مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نكسر روتين الأكل ونعمل بقى حاجة حلوة كده وندلع نفسنا. شوية جاتوهات بقى إنما ايه تحفة. زي ما انتوا شايفين شكلها فاخر من الآخر واقتصادية ومش هتكلفك كتير. وهقولك بقى تعمليها بطريقة بسيطة جدا وفي نفس الوقت هتطلع معاكي ناجحة وهشة وجميلة. والتوبنج يجنن زي ما انتوا شايفين هنعمله في البيت. كلنا عارفين ان الاسعار عدت، وفري واللي هتشتري بيه من بره هتعملي بيه ضعف الكميات. فرحي بيتك وولادك وكمان ضيوفك. طريقة سهلة وبسيطة، تابعيني لاخر الفيديو عشان هتشوفي تفاصيل مش هتلاقيها في اي مكان تاني. هنسمي الله معانا 3 بيضات وذرة من الملح، رشة حلوة من الفانيلا عشان تكسر ريحة البيض. بمضرب في اتجاه واحد، السرعة بتبتدي تتزود بالتدريج زي ما اتفقنا، مع إضافة معلقة من الخل عشان تكسر برضو الريحة وبتدي برضو فوليوم حلو كده للكيك. طبعا كوباية الا ربع من السكر بضيفها بالتدريج، يعني انا بضيفها كده شوية بشوية وبضرب برضو وبعلي السرعة بالتدريج زي ما اتفقنا في اتجاه واحد لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. الكيك فلافي خالص، لونه فاتح وقوامه كريمي تحفة زي ما انتوا شايفين. بعد كده هننزل بكوباية ونص من الدقيق، ولازم تتنخل عشان دي اللي هتطلع الكيك هش كده وخفيف. وبنضيف للدقيق رشة خفيفة كده من البيكنج صودا لو موجود. وبعد كده بننزل بالمادة الرافعة، كيس بيكنج باودر أو كيك شيف المتواجد، وبنخله برضو مع الدقيق. وببتدي بقى الخطوة اللي جاية المهمة جدا بالسباتيولا، ومن تحت لفوق بالراحة جدا ببتدي أداخل كل المكونات دي مع بعض بالشكل ده. كده مش هيطلع معاكوا أي مسام واسعة، وفي نفس الوقت تطلع الكيك يعني سبونج كده وخفيفة وهشة. تطلع معاكوا ممتازة وناجحة زي ما انتوا شايفين. قوام الكريم هو اللي بيبين قد ايه هو يبقى ناجح أو لأ. وبسويها كده بسباتيولا، وبعد كده بخبط عشان اطلع لو اي فقاعات موجودة، وبدخلها الفرن. وده شكلها بعد ما خرجت، شايفين قد ايه طرية وجميلة. هبتدي اغطيها واسيبها ترتاح لحد ما اجهز باقي المكونات. تعالوا بقى نشوف الحشوات اللي هنشتغل عليها او التوبنج اللي هنزين بيه حسب المتواجد في السوق. لو هتعملوا بالفاكهة يعني دلوقتي المانجا مغرقة الدنيا، وفي كريز في السوق، فهبتدي اجيب الاتنين دول واشتغل عليهم لان بحب الطعمين دول جدا. واعتقد ان كلنا محدش فينا بيختلف عليه، كلنا بنعشقه. هنشتغل في المانجا بنقشرها ونبتدي نقطعها بالشكل ده. طبعا انتوا ممكن تعملوا حاجات تانية، ممكن تحطوا صوصات شوكولاتة، صوص كراميل. وهنشتغل الفترة اللي جاية وهعمل لكم صوص الكراميل او التوفي المظبوط 100%. تابعوني الفترة اللي جاية هعمل لكم شوية حاجات جميلة اوي هتعجبكم ان شاء الله. وبعد ما قطعت المانجا مكعبات للتزيين بتبقى حتت صغيرة، فضلت رايحة جاية كده عكس الاتجاه بالسكينة لحد ما عملتها بيوريه. كده معانا مكعبات ومعانا جزء بيوريه. ممكن توفروا وقت وتعملوها في الكبة على طول. وبعد كده بنزل فيها على نار متوسطة وشوية من السكر وبقلب. معلقتين بقى من المية عشان ما تلسعش. وبعد أول ما بتغلي ببتدي يعني أدوب كده معلقة من الجيلاتين. وأول ما بتغلي كويس بنزل بيها على طول، وبقلب بسرعة أول ما بنزل بالجيلاتين عشان أضمن إن هي دابت خالص. هنا بقى هنزل بكمية المانجا اللي كنت مقطعاها، وأول ما بتغلي بطفي عليها على طول عشان تحتفظ بقوامها. تعالوا بقى نشوف الكرز هنعمله ازاي. أهم حاجة الجلافز ده عشان بجد بيدمر الإيد، بيسودها جدا وبيبوظ الضوافر. وستيك بتاع مصاصة أو ستيك شيش طاووق أيا كان بقى، حاجة رفيعة بنضغط عليها ونطلع البذور. وبعد كده على نار متوسطة شوية من السكر ومعلقتين من المية، وبقلب. وطبعا أول ما ابتدي يغلي بيطلع بقى جزء كده من المية بتاعته. هنا بقى حضر معلقة من الجيلاتين، بتغلي غليتين 3 كده، وبنزل بمعلقة الجيلاتين وأقلب كويس لحد ما يطلع الفقاعات الكتير دي. كده خلاص هو استوى، أنا مش عايزاه يتهري قوي. ببتدي بقى أخرج الأبيض اللي على الوش ده عشان يطلع معايا الصوص نقي كده وجميل وبيور زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ما اكتفيتش بصراحه بمعلقه الجيلاتين، حطيت كمان معلقه من النشا. النشا هو اللي بيطلع بقى القوام الجيلاتيني الجميل ده. شايفين القوام عامل ازاي؟ الصوص تقيل وطالع معانا لونه جميل. وهنسيب الصوصات دي تبرد براحتها في الوقت اللي هنحضر فيه الكريم شانتيه. نص كوبايه من الكريم شانتيه، نص كوبايه من كريمه التشيز بقى فيها طعم الجبنه حلوه قوي. معلقتين من اللبن البودر،
وفي نُص كوباية من اللبن المتلج، ونُص كوباية من المَيّة المتلجة برضه. أنا حبيت أعمل ميكس كده، ممكن يعني تستخدموا حاجة واحدة، يا مَيّة يا لبن. أنا عملت ميكس ما بين الاتنين. بابتدي بقى أخفق في اتجاه واحد سرعة يعني بسيطة، وابتدي أعلّي السرعة بالتدريج لحد ما القوام يبتدي يتكثف كده وتتضاعف الكمية بالشكل ده. هاحطها في التلاجة وتعالوا بقى نشوف الكيك بتاعنا طالع ناجح جدًا زي ما أنتم شايفين، طري وfluffy وممتاز. يعني بجد المكونات دي امشوا عليها كده تطلعوا أحلى كيك سبونج في الدنيا. تعالوا بقى نشوف الفريم بتاعي الجديد. أنا كنت عايزة أجيب قالب مستطيل من زمان، وكمان طلع فيه قطّاعة بتقسمه نصين لو حابين تعملوا أطعام مختلفة. حطيت الكيك جواه وابتديت إن أنا أقسمه نصين زي ما انتم شايفين. بصراحة القالب جاي في وقته، وباغطيه كده وبقفله من جوه بورق فاكيوم. هنا بقى هنحضر السائل اللي هنشرب بيه الكيك. كوباية من اللبن الدافي، وحط لها معلقة كبيرة من العسل الأبيض أو أي عسل حلويات انتوا عاملاه في البيت، أو سكر أو شوكولاتة اللي انتوا عايزينه. وببتدي بقى أشرب بيه الكيك بالشكل ده. الكريمة اللي احنا عملناها بقسمها على 2 قالب. ليه؟ عشان هدي كل واحدة طعم مختلف عن التانية. وبعد ما قسمتها نصين ببتدي اجيب التوبنج اللي جهز معايا. شايفين قوامه بقى جميل قد ايه بعد ما برد؟ انا حابه ان انا احتفظ بيه حبيبات، وبزود كمان على المانجا قطع كمان عشان يبقى شكلها ظاهر زي الكريز. بنزل برضو معلقتين كبار على الكريمة وبقلب كل واحدة لوحدها. القطع اللي بتبقى بارزة دي بيبقى طعمها وشكلها حلو قوي في التقديم، وفي الطعم طبعا بتبقى حكاية. بعد ما نجهز تعالوا بقى ندي الحشوات بتاعتنا. اول جزئيه حطيتها من المانجا. طبعا زي ما انتم شايفين القوام متماسك عشان الكريمه انا عامله حسابي ان هي تبقى تقيله شويه، عشان كده خففت من السائل بتاعها اللي هو اللبن. المفروض احط كوبايه ونص، حطيت كوبايه واحده عشان عامله حسابي ان انا هضيها جزء من التوبنج، وعشان ما يسيلش قوي ويفضل محتفظ بالقوام بتاعه. هنزل بالجزئية التانية حشوة الكرز، وابتدي اسويها قد ما اقدر، وبسباتيولا كده ببتدي اساوي الاسطح والجناب والحاجات دي كلها بتظهر معايا وانا بقطع قطعة الجاتو. تعالوا بعد ما حطيناها في التلاجة لمدة ساعة او اتنين واتمسكت، بنزل بالتوبنج بتاعي. طبعا الصوصات دي كلها كانت بردت تماما، عشان كده نزلت معايا وطلعت مظبوطة بالشكل ده. شايفين ما شاء الله الكرز طلع تحفة. طبعا لو حابين نقطعه اكتر من كده بنعمله بالهاند بلندر، او بنقطعه بالسكينة قبل ما نحطه على النار حتت صغيرة. بس انا المرة دي حابة ان انا التوبنج بتاعي يبقى بارز شوية، طبعا بيبقى شكله حلو في التقديم، والطعم طبعا بيبقى حلو قوي لما تاكلي حتة كده من الكيك مع الكريمة مع قطعة كده كاملة متماسكة من الفاكهة اللي بتحبيها، بيطلع طعمها تحفة. وبعد كده بشيل الفاكيوم وببتدي اقطع. طبعا بسيبها طبعا في التلاجة كمان ساعتين عشان تتماسك اكتر وتتظبط، وببتدي بقى اقطعها مسطرة كده تقطيعة الجاتو زي ما انتوا حابين، المقاس اللي يريحكم، وعلى حسب العدد اللي انتي محتاجاه بتقطع. ما شاء الله قطعة الجاتو طالعة مظبوطة بالشعرة. شايفين طالعة مسطرة قد ايه؟ اكنك شاريها من بره. استحالة تقولي القطعة دي عاملاها في البيت. طبعا انتي بتدي في البيت فاكهة بيور، وبتعملي بتحطي حاجات كتير بتدي طعم ممتاز. هتلاحظوا ان انا مقلله في السكريات. الكريمه مش حاطه فيها سكر لاني مراعيه ان انا حاطه فيه توبنج. انتي موفره في التكلفه كتير وعامله ضعف الكميه. يعني الصاج اللي شفتوه ده عامل لي 16 قطعه جاتوه، كلها طالعه هشه وكريميه وفلافي كده وجميله، ناجحه مليون المية. وطعمها ايه؟ مش هقولكوا كتير، اجمل بكتير من شكلها. انتي بتاكلي كده حاجه ناعمه وكريميه بتدوب في البق. الجاتوه طالع ناجح جدا، وفرت كتير وفرحت ولادك. بجد الطريقة كانت سهلة وبسيطة، يا رب تجربيها وتعجبك. يا رب أكون كمان أفدتك. كانت معاكم صبا العرايشي، واللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.